السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا أرقى وأحلى وأحن أخوة متابعين. هسه هنا حسب طلبكم ردتوا تتعلمون الجيب اللي قلنا عليه اللي نخليه بالدشداشة. باعوها قدامكم أم الزخنتين وخيطناها لين على مود الوقت ليس طويل. راح أنزلكم إياه جيب واحدة بشغل ثاني. باعوا الجيب دائما يكون هذا الجيب اللي يحبنا الحجيات وكلهم يردوه. باعوا يكون باعوا موقعه هنايا بهاي هسه تحت الأبط. باعوا هنا من هنا قلنا من هنا لحد هنا وهو شبر. باعوا شبر صغير. هاي المين قلنا للمرة القصيرة مو طويلة حيل. المرة الطويلة راح يكون اللي تعبر 170 وال175 يكون شبر كبير وموقع الجيب. أما هنا راح يكون شبر صغير. باعوا راح أجي أنيشن هنا. خليت هذا النيشان وانتو تشوفون هنايا مخلي أني قرضة. باعوا هاي القرضة قدامكم وخليت نيشان. هسه على هذا النيشان راح أشتغل وأعلمكم شلون راح أخلي الجيب وتشوفون الصورة مالته. هسه هنا أنا باعوا كفيت هذا. باعوا كفيت المكان اللي راح تدخل منه الإيد. باعوا عليه شقد شوفوا كفيته. هو القياس ماله باع عليه فتر اللي هو 11 سنتيم. بدينا قلنا من هاي القرضة. شوفوا هاي القرضة هي أنا قدامكم. هنا ايش حنسوي؟ راح نجيب هذا القلم. باعوا قلم باعوا مال السبورة الأسود لأن مدى يبين بالصابون. شوفوا حددت ارتفاع الجيب. باعوا هذا ارتفاع الجيب بدأ من هنا. باعوا ايش قد راح ينزل. باعوا ايش قد راح ينزل. هذا قدامكم النزلة مالته. باعوا رسمته ترسموه على مود يجي عدل. شوفوا هنا أنا هم نفس الحالة. هنا أنا هسه كليته قدامكم مستطيل. باعوا راح أجيب قطعة القماش اللي عندي. شوفوا وراح أشتغلها هاي قطعة القماش على قد القياس اللي رسمته. شوفوها هنا أنا شوية صارت القطعة. باعوا شوفوا هسه هذا مستواها. راح اجي اخيط من هنا. باعوا راح اجي اخيط من هنا. باعوا هاي قطعة القماش الى النهاية. خيطته من هنا داير مداير كملته. شوفوا هسه بعد ما خيطته. باعوا هاي الفتحة اللي قلت لكم عليها الفتر. هذا موقعه تحت الأبط اللي هو شبر صغير. باعوا الجيب صار وكمل. هسه هنا تمدون تخلون الغراض اللي تردوها كلها هذا الجيب يقولوا له مثل الجيب الرجالي. طبعا نستعمله للرجالي بالقلبيات وللنساء هذا الموديل. اكو الجيب اللي يصير دفن اللي صغير اللي راح يفتر هيج فره بس مو امين مثل هذا. مرات ذاك يوقعن الغراض منه. تحياتي واحترامي للجميع. اشوفكم بخير وانتظروني في فيديو جديد. ولا تنسون اللايك ومع السلامة.